واليوم باش نحكيو على المغرب الجميله، مغرب الحبيبه. احكينا قدور. جيجي المغرب بلاد برشا، وان شاء الله ان شاء الله نكونوا نهار موجودين غاديك ونصوروا حلقه غاديك، علاش لا. وي، وعندهم زاده في ورزازات، زاده اقوى مدينه سينمائيه في المغرب، محلاها على الاخر زاده. الحقيقه المغرب محلاها، شعبها محلاه. كان حمق عليك جيجي، كان حمق عليك. انا اللي شدني واللي لفت انتباهي قديش فرحت بالاستقبال، حسن الضيافه والاستقبال في الكوره وقت اللي صارت في المغرب. باش نوريك فيديوهات جيجي بالحق، معناه تعبير عن حب الشعب المغربي للتوانسه، قديش بالحق حاجه تفرح. يلا برو نمشيو نشوفوها. يطلع منه سول كينج معناها. الجراندي توتو جابوا المغرب، طلع بيمكن قرابه ال 25 ارتيست معناها. الجراندي توتو على عكس ولاد بلادنا اللي يحطوا في بعض الاحيان العصاف العجل لبعضهم في الموسيقى، هو طلع 25 ارتيست ولاو ومشينا للمغرب باش نسافروا مع بعضنا. البلاد فيها سحر خاص، بلاد التاريخ، الأصالة والضيافة. باش نحكيو اليوم على المغرب. المغرب حكاية حضارات، من الأمازيغ للعرب وحتى للأندلس. خلينا نتفرجوا على الفيديو وبعد نعاودوا نرجع. تحية للمغاربة الكل. احنا في برنامج مرة نحكيو على بلاد، واليوم باش نحكيو على المغرب الجميلة، مغرب الحبيبة. احكينا قدور. جيجي المغرب بلاد تشبه لنا ونشبهوا لها برشا في التقاليد، في حتى في الجغرافيا نتاعنا، وحتى في الاقتصادنا اللي هو تقريبا زوز قاعد يطلع فيه الاعتماد على الصناعات، لكن بالاساس اقتصاد يقوم على السياحة، هي وجهة سياحية كيفنا احنا زاد. فيها تنوع ثقافي رهيب، بما انه تعديت وكانت مركز لثلاثة حضارات مهمة برشا تاريخيا، اللي هي العربية والأمازيغية والأندلسية. كانت هي بوابة الأندلس اللي خلت العرب والمسلمين تكون في الأندلس. بلاد تجمع الصحراء كما شفنا، تجمع البحر، تجمع المناظر المزيانة، من شوارع فاس العتيقة للصحراء المزيانة للبحار والشواطئ الأخاذة. الحقيقة المغرب وجهة مزيانة برشا، وإن شاء الله نكونوا نهار موجودين غاديك ونصوروا حلقة غاديك، علاش لا. وي، وعندهم زاده في ورزازات، زاده اقوى مدينه سينمائيه في المغرب، محلاها على الاخر زاده. الحقيقه المغرب محلاها، شعبها محلاه. كان حمق عليك جيجي، كان حمق عليك. هذه اكثر جمله نعرفها، كلمه في المغرب يعني نحبك برشا، نقول لهم كان حمق عليكم زاد اخواتنا المغاربه. انا اللي شدني واللي لفت انتباهي قديش فرحت بالاستقبال، حسن الضيافه والاستقبال في الكوره وقت اللي صارت في المغرب. كوب دافريك استقبلونا بطريقه ياسر محليها للتوانسه، قداش عملوا لنا فيديوهات شكر للشعب التونسي. ظهرت المحبه معناها قويه بيناتنا، وهذا لوبجيكتيف. احنا الكوره نحبوها تقوي المحبه، لا للتفرقه ولا للفتنه. نحبوا كيما علاقه تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، الكلنا هكا معناها فما محبه وسوليداريتي. باش نوريك فيديوهات جيجي بالحق، معناها تعبير عن حب الشعب المغربي للتوانسه، قديش بالحق حاجه تفرح. يلا برو نمشيو نشوفوها. ما عرفتش علاش حنا الشعب المغربي عزيز علينا الشعب التونسي. سبحان الله، واخا ما فهمتيني، هما مسالمين حنا مسالمين، ما فهمتيني. اول حاجه انا كنشكر الجمهور التونسي بزاف، علاش عطاو واحد الصوره راقيه على الدوله ديال تونس، ماشي على الجمهور ديال تونس. الجمهور التونسي الخلوق، نقول لكم أنا مغربي وتركتم البصمة ديالكم في قلوب المغاربة. المغاربة أحبوكم وعرفوا معدنكم الحقيقي. قال لك المثال: إذا أردت أن تعرف معدن صديق فسافر معه، ففي السفر تظهر المعادن. واحسن حاجه عندهم هي الهضره ديالهم، ما عرفتش عندهم واحد الهضره تنقول لك راه تحطها في الطبسيل وتبدا تاكلها.
كتمضغ بحال داك اللحم زبده. هنا نجموا نقولوا اللي الكرة تجمعنا بمحبة ومش تفرقنا، وهذا اللي نحبوا نشوفوه في البلدان معناها في المغرب العربي الكل. على ذكر الكرة عندي برشا اصحابي في كازا نقدم لهم تحية كبيرة. عندي جماعة الالترا اصحابي نتاع الرجاء البيضاوي، حمزة بالاخص قدمت له تحية كبيرة ليك من تونس. ونخصوا بالتحية ولاد الحاج ناس شفشاون، تحية ليكم من تونس، أحلى ناس شفشاون. سينو الجراندي توتو والموسيقى والمغرب والنجاحات الكبيره، ودراغانوف اللي كنا نسمعوا تو في غنيته معناتها قصه نجاح كبيره في المغرب. الجراندي توتو اللي جاب بلانيت راب معناها اللي جاب معناتها الراديو الكبير نتاع فرنسا اللي طلع في العباد اللي طلع منه سول كينج معناها. الجراندي توتو جابوا المغرب طلع بيه يمكن قرابه ال 25 ارتيست معناها. الجراندي توتو على عكس ولاد بلادنا اللي يحطوا في بعض الاحيان العصاف العجل لبعضهم في الموسيقى، هو طلع 25 ارتيست ولاو بشاناتهم ولاو ديستريبيسيون ولاو مصحين مع شركات معناها باش يوريك المحبه ان الموسيقى مش بالضروره انت موزيكجي معناها ما تحبش ناس اخرين يطلعوا، راهو بالعكس نجم تشجع العباد باش تطلع وتقدم. وبريتو ضربوا البلاد هو كي باش يتهز راهو معناها ضربوا البلاد هذيك معناها، وكي تقصي العباد راهو عباره كيما في الكوره معناها عباد تلقاها مواهب وكذا وما يقدموهاش لقدام يوخروها التالي. لو ميساج من نيكست دايركشن ان نحبوا العباد في بعضها، انه احنا بلدان عربيه لازمنا نحبوا بعضنا ولازمنا ما نجيوش ضد بعضنا، ولو فما حاجات هكا صغيره حتى ولو فما حاجات قليله، حتى مثلا الجزائر والمغرب عندهم هكا مشاكل صغيره ان شاء الله ربي يلم شملهم. الحرب اللي موجوده توا في العالم العربي في الخليج العربي ان شاء الله يا ربي معناها يلقاو حل ونبعدوا على المشاكل هذيا. ان شاء الله يعم السلام في البلدان العربيه الكل ونوحدوا بعضنا ونكونوا بالحق يد واحده قدام العالم الكل ان شاء الله يا ربي امين. وربي زاد يبعد علينا الفتنه جيجي، خاطر اللي يعرك بين الشعوب هي الفتنه، دونك يزيونا من الفتنه. المغرب، تونس، الجزائر، ليبيا، موريتانيا، رانا بلاد واحده.